مفاجأة حمدي ووفاء لندى في الجزء التاني من المقلب اللي عملوه فيها. واللي مش عارفين ليه حمدي ووفاء عملوا فيها المقلب ده، فهم كانوا بيجهزوا لها للمفاجأة، علشان هي عيد ميلادها يوم 6/2 والمقلب كانوا منزلينه يوم 5/2. ودي مش أول مرة حمدي ووفاء يستفزوا فيها أولادهم وبعد كده يفاجئوهم. المتوقع بنسبة 90% إن حمدي ووفاء يفاجئوا بنتهم ندى بآيفون 15 برو ماكس، لأن ندى كانت قايلة في فيديو منزلاه على قناتها إنها مش بتعرف تظبط المونتاج علشان في عطلة في تليفونها. فحمدي ووفاء قرروا يستفزوها الأول، بعدين يعملوا لها مفاجأة ويفاجئوها بآيفون 15. وزي ما احنا شفنا كده في الجزء الأول، حمدي ووفاء عاملين مقلب تقريبا أول مرة يعملوا مقلب من النوع ده، وكانوا كاتبين على ورق إن في ظرف مهم ومميز. ولما ندى دورت على الظرف وقرأته انهارت من العياط، لأنها قرأت في الظرف إن حمدي ووفاء خلاص سافروا وسابوا تركيا وهيسيبوها تعيش لوحيدة فترة. وندى ما هتستوعبش الكلام اللي هتقراه وهتنهار من العياط، وهيكون كل حاجة تحت مراقبة حمدي ووفاء من خلال الكاميرات اللي هما مركبينها في كل مكان. ولما يشوفها وصلت للحالة دي يخشوا في الليفل اللي بعد كده ويدخلوا عليها ويفاجئوها ويعملوا لها حفلة عيد ميلادها، لأن زي ما قلت لكم ندى عيد ميلادها يوم 6/2 والمقلب كانوا منزلينه يوم 5/2، يعني قبل يوم عيد ميلادها بيوم واحد. وبكده نكون وصلت الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.